قرار عاجل من وزارة المالية بيكشف تغيير مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس بمناسبة الأعياد. كل يوم جديد مليان أخبار مهمة، وعشان توصلك كل أخبارنا قبل الناس كلها اعمل لايك واشتراك وشارك الفيديو. النهاردة خبر رسمي، خبر مهم جدا لكل الموظفين في حكومة مصر، الناس اللي بتستنى مرتبها كل شهر في وقت محدد. وزارة المالية طلعت قرار رسمي جديد بشأن مواعيد صرف مرتبات شهر 1 وشهر 2 وشهر 3 2026، وده في ظل وجود مناسبات وأعياد جاية في الشهرين دول. وطبعا القرار ده هيأثر على كل اللي بيشتغلوا في الجهاز الإداري للدولة وجميع الجهات الحكومية. القرار ببساطة بيقول إن موعد صرف المرتبات اتقدم في الشهور دي عشان يراعي الظروف الاجتماعية واحتياجات الناس قبل عيد الميلاد المجيد وقبل ما يجي شهر رمضان وبعد كده كمان. طيب يعني ايه الكلام ده عمليا؟ مرتبات يناير هتتصرف اعتبارا من 22 يناير 26 بدل الموعد المعتاد. نفس النظام مرتبات شهر فبراير هتتنقل برضه وتتصرف يوم 22 فبراير. اما بقى مرتب شهر مارس فتقدم كتير جدا وهيبدأ صرفه بالفعل يوم 18 مارس 2026 قبل ميعاده العادي، وده بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك حسب التقديرات الفلكية. الهدف من التغيير ده هو تقليل الضغط المعيشي على الموظفين في الأوقات اللي بيكون فيها مصاريف أكتر زي الأعياد والمناسبات، وكمان ضمان إن الناس تستلم مرتباتها من غير مشاكل ولا تأخير. كمان وزارة المالية ما نسيتش تخطط الصح بشكل منظم، حطوا جدول زمني مخصص لصرف المرتبات المتأخرة، وخصصوا 5 أيام متتالية لصرف المرتبات وبعدها 3 أيام إضافية لصرف المتأخرات عشان يخففوا الزحمة قدام البنوك وماكينات الصراف الآلي. الخبر ده بيشمل كل الموظفين في الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية وكمان الجهات التابعة ليهم، يعني مش لفئة معينة بس، لا لكل اللي بيستلموا مرتب رسمي من الحكومة المصرية. الخلاصة لو انت موظف فابدأ نظم أمورك من دلوقتي. مواعيد صرف المرتبات ليناير وفبراير ومارس 2026 اتغيرت تماشيا مع الأعياد والحياة المعيشية، وده بيديك فرصة ترتب مصاريفك بدري من غير ضغط ولا تأخير.